هاي ويلكم تو ماي فيديو النهارده هقول لكم فيه على 8 حاجات مهمه جدا ان هي تكون عندنا، والحاجات دي بتفرق جدا في شكل اللبس بتاعنا من فوق، لان الحاجات دي بتتلبس من تحت فبتظبط الشيب بتاع الجسم، بتظبط شكل اللبس بتاعنا جدا. يعني لو في حاجه ترانسبيرنت شكلها مثلا لما نيجي نلبسها على جسمنا بنحس ان جسمنا فرامبي واحنا مليانين شويه، فبنحس ان شكل اللبس بتاعنا مش ظابط على الجسم. الحاجات دي بتظبط الشيب جدا بتاع الجسم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب اعملوا في الانستجرام بتاعي، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا في الدولاب بتاعنا وهي شورت بيج وشورت اسود. شورتس نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقه. اول حاجه لو احنا عندنا بنطلون ابيض فاحنا محتاجين ان احنا نجيب تحتيه شورت يكون بيج، علشان اولا يكون لون الجسم ما يخليناش متضايقين واحنا لابسينه، لان اغلب البنطلونات البيضه بتكون ترانسبيرنت. طبعا نادرا لما بنلاقي بنطلون يكون حلو قوي ومش ترانسبيرنت في نفس الوقت، لكن الاغلب ان هما بيكونوا شفافين، ففي الحاله دي الشورت البيج بيكون مهم جدا. تاني حاجه الشورت الاسود. لو احنا جايبين اي سكيرت فغالبا بنكون محتاجين ان احنا نلبس اي شورت تحتها، لو احنا مثلا مش بنحب البنطلونات، لان انا عاده مش بحب البنطلونات خالص تحت السكيرت، مش بلبسها غير وانا مضطره. لكن لو انا لابسه سكيرت بحب جدا ان انا اكون لابسه شورت اسود، اولا بيحسسني ان انا مطمنه وانا ماشيه. تاني حاجه لو في اي سنه ممكن هي تكون شفافه شويه فده بيمحيها خالص، لان غالبا انا بشتري سكيرتس بتكون واسعه شويه علشان اعرف اتحرك، لاني مش بعرف اتحرك خالص في السكيرتس اللي بتكون ضيقه. فالشورت الاسود في الحته اللي بتكون ضيقه من فوق دي ممكن تكون السكيرت تكون شفافه شويه في الجزء ده، الشورت الاسود بيفيدني جدا في الحته دي. تاني حاجه لو احنا عايزين ان احنا نظبط شيب بتاع جسمنا، لو احنا مليانين في الحته بتاعت جنبنا. انا عاده لما بخس، انا دلوقتي في الفتره دي خاسه شويه، لكن في العادي لما بكون بجسمي الطبيعي بكون مليانه شويه من عند الجنب، لان انا بخس من كل حته علشان انا الشيب بتاع جسمي ساندوتش، فانا الحته بتاعت وسط دي بتكون رفيعه. انا بيبقى عندي مشكله في جنبي ان انا بحتاج ان انا اظبط الشيب اكتر، فساعات كتير قوي في الفتره اللي بكون اتخن فيها من كده بلبس الشورت الاسود ده، لان هو بيظبط الشيب جدا بتاع الجسم. علشان كده انا بحب الشورت الاسود ده يكون قطن، لكن في نفس الوقت فيه نسبه لكرة تكون بسيطه جدا عشان ما اتضايقش وانا بلبس الشورت ده. فانتوا لو بتحبوا الحاجه دي تكون قطن 100% هاتوها، لكن انا بفضل ان هي يكون فيها نسبه لكرة حتى لو بسيطه جدا، لو بنسبه 10% علشان تسمح لكم ان انتوا لو تخنتوا او خسيتوا الشورت ما يضايقكوش. تاني حاجه مهمه جدا ان هي تكون عندنا وهي البادي البيزك. البادي البيزك انا مش بكلمكم دلوقتي على التيشيرت الابيض والاسود اللي احنا متعودين احنا نشتريهم على طول، لا انا بكلمكم على البادي اللي بيكون ضيق على الجسم. اولا النوع ده من الباديهات بتلم جدا الجسم، ثانيا لو انتوا مليانين شويه من فوق لما تيجوا تلبسوا البادي ده وتيجوا تلبسوا عليه اي حاجه حتى لو ضيقه هيلم الجسم شويه. تاني حاجه النوع ده من الباديهات بتكون عاده طبقته خفيفه جدا، فانتوا ممكن تلبسوا فوقيها اي حاجه انتوا عايزينها مش هتضايقكم. ثالث حاجه مهمه جدا انتوا تشتروها لو انتوا من الناس اللي بتحب تلبس سكيرتس او فساتين كتير قوي، هي البادي سوت اللي بتظبط شكل الجسم. انا مش بقول كورسيه، لان الكورسيه ده من اكتر الحاجات المعقده اللي انا بشوفها في حياتي، يعني من الحاجات الصعبه جدا ان انا اقدر اتحملها. لكن البادي سوت اللي بتكون بتمط كده على الجسم دي من الحاجات اللي بتظبط شكل الجسم جدا. هتلاقوا منها طبعا في اماكن كتير قوي، هتلاقوا منها اعلانات كتير كمان على فيسبوك وعلى انستجرام. مهما كنا رفيعين فاحنا برضو بنحتاج ان احنا نلبس حاجه زي كده تحت السكيرتس والفساتين. طبعا انا مش بتكلم في الحاله دي على السكيرتس والفساتين اللي احنا بنلبسها في يومنا العادي، لا انا بتكلم لو احنا رايحين مناسبه، لو احنا خارجين بالليل، لو احنا في اي حاجه عندنا محتاجين ان احنا يكون شكل جسمنا حلو قوي فممكن نلبسها، لان هي في العادي النوع ده من الحاجات بتخنق جدا علشان انتوا بتكونوا حاسين ان انتوا مقيدين قوي. وانتوا بقى عايزين تلبسوا حاجه وتديكم نفس الايفكت بالظبط اللي بتديه البادي سوت دي، ممكن ان انتوا تدمجوا اول حاجتين احنا قلناهم مع بعض. يعني عاده انا بعمل كده في يومي العادي لو انا محتاجه حاجه تكون بتظبط الجسم قوي، هو الشورت والبادي مع بعض بلبسهم الاثنين مع بعض. وعاده انا بجيب الشورتس اللي بتكون من فوق عريضه، يعني الاستيك بتاع عريض مش الاستيك اللي بيكون العادي ده، لان هو بيبان جدا في شكل اللبس. هتلاقوا النوع ده من الشورتس موجود في كارينا، وده اكتر حاجه بصراحه انا بشتري منها، لان الحاجات البيزك قوي دي اللي هي بتتلبس تحت اللبس انا بفضل ان انا اشتريها منهم، لان هي اسعارها بتكون كويسه وفي نفس الوقت الكواليتي بتعيش معايا فتره طويله. انا مش بفضل خالص ان انا اشتري منهم لبس بصراحه، يعني بحس ان الكواليتي بتاعت اللبس مش افضل حاجه. لكن لو انا عايزه اشتري حاجات بيزك ممكن ان انا البسها وتظبط الشيب بتاع جسمي والبس فوقيها لبس العادي، فبروح للبراند ده. رابع حاجه مهمه جدا ان هي تكون في الدولاب بتاعنا وبتظبط جدا الشيب بتاع الجسم، وهي الاحزمه. احزمه بكل انواعها، العريضه الرفيعه. لكن لو انتوا كنتوا بتتفرجوا على الفيديوز القديمه بتاعتي كنتوا قلت لكم ان كل جسم ليه نوع حزام بيليق عليه. يعني انا مثلا ما ينفعش اكون قصيره قوي وفي نفس الوقت مليانه شويه والبس حزام عريض، لان هو يخفي جزء كبير جدا من جسمي. كمان ما ينفعش اكون طويله وجسمي عريض والبس عليه حزام رفيع. الاحزمه الرفيعه بتليق على البنات اللي بتكون قصيره وفي نفس الوقت حجمهم متوسط، يعني ممكن ارفع مني انا كمان. انا بجيب الاحزمه العريضه لحاله واحده لو انا عايزه البس سكيرت والبس فوقيها توب، والتوب ده انا عايزه ادمجهم مع بعض كانهم فستان. لو احنا عايزين نلبس حاجه تكون واسعه قوي في الحاله دي ممكن احنا نلبس حزام بيخلي للجسم تقليمه، ما نحسش ان احنا بلوك، يعني حته واحده كده مش باين لنا ولا ايد ولا دراع ولا اي حاجه. الاحزمه مهمه جدا ان هي تكون في الدولاب بتاعنا، لان هي بتظبط الشيب
الشيب بتاع جسمنا. بس حاجه ممكن ما تكونش من الحاجات اللي ليها علاقه قوي بالشيب بتاع الجسم، لكن ليها علاقه بان هي بتريح العين اللي بصلكوا وبتريحكم انتوا كمان في اختيارات لبسكم، وهي الطرحه البيج او الطرحه السوداء. البيج بقى بكل درجاته، الطرحه السوداء والطرحه البيضاء لو انتوا من الناس اللي بتليق عليها الطرح البيضاء، لكن انا عن نفسي مش بتليق عليا خالص، جربت كتير قوي البس طرح بيضاء مش بتليق عليا. لكن لو انتوا من الناس اللي بتليق عليهم النوع ده من الطرح، يعني هحط لكم دلوقتي الدرجات اللي انا بتكلم فيها هنا. الدرجات دي بتريحكم جدا في اي نوع لبس انتوا هتلبسوه. انا عن نفسي بفضل شويه ان الطرح تكون عريضه وطويله، دي بقى بتفرق جدا في الشيب بتاع الجسم. لو انا مليانه شويه، الطرح اللي بتكون طويله بتريحني جدا لما اجي اجيب الطرفين بتاعها من قدام انا لابسه اللبس بتاعي عادي، بتخبي شويه من حجمي وفي نفس الوقت بتريح العين اللي بصالي، لان اللون بتاعها بيكون هادي قوي مش من الالوان القويه. سادس حاجه، ودي بقى من الحاجات اللي كلنا كبنات عارفينها ان هي بتظبط جدا شكل الجسم، وهو البوش اب برا. ان اغلب انواع البراهات اللي انا بشوف بنات كتير قوي لابساها، لان طبعا بيبان نوع البرا واحنا لابسين عادي، فنوع السبورتس برا دي معموله بس للرياضه. البراهات اللي بتكون خفيفه قوي دي برده معموله للبيت، مش معموله خالص للنزول والتعامل العادي في اليوم. لكن البوش اب برا ده من الانواع اللي بتظبط جدا الشيب بتاع الجسم، ما بيخليش فيه بطن، بيظبط قوي المنطقه من فوق. بس اهم حاجه ولا نجيبه ضيق قوي على جسمنا ولا نجيبه واسع قوي، لان انا بشوف علامات بتكون مثلا بسبب ان البرا بيكون ضيق قوي، فلو احنا مليانين شويه علامات الجسم بتكون واضحه قوي، يعني كل الخطوط بتاعه البرا بتكون واضحه قوي. الكلام لو البرا واسع فبيكون برده باين قوي ان هو واسع. حاول بس ان احنا نظبط المقاس ونجيب النوع ده من البراهات، لان هو فعلا بيظبط الشيب بتاع الجسم قوي. سابع حاجه، دي بقى لو انت بنت مش محجبه فمهم جدا جدا يكون عندك نوع الشرابات اللي بيكون طويل وفي نفس الوقت ترانسبيرنت. ان لو انت عايزه تلبسي حاجه قصيره، فكل ما قللتي من ظهور لون جسمك كل ما كان شكلك اشيك واحلى بكتير قوي. انت ساعتها هتكوني حره ان انت عادي جدا لو عايزه تلبسي نص كم، عايزه تلبسي كات من فوق راحتك، شكل اللبس هيكون احلى من لو انت مبينه رجلك مبينه ايدك من حاجه. ودي اكتر حاجه انا بعتمد عليها في اي لبس انا عايزاه، لان الحاجه دي بتخليني البس باي طريقه انا عايزاها، البس اي حاجه انا عايزاها، مش بكون مقيده قوي ولا بفتحه رقبه والفتحات اللي بتكون من ورا. وهو التيشيرت اللي بتكون موجود في كارينا اللي بتكون هاي نيك وفي نفس الوقت بتكون كات، لان هي كات فتخليني اقدر ان انا اتحكم والبس كل اللي انا عايزاه من غير ما احس ان انا حرانه. ثانيا ان هي بتكون هاي نيك فتخليني اقدر البس اي حاجه من فوق انا عايزاها. انا مثلا جايبه اي حاجه فيها حركه السبعه اقدر ان انا البسها براحتي. انا جايبه حاجه بتكون مثلا من ورا تكون ترانسبيرنت شويه، او من المنطقه دي برده تكون شفافه شويه، فاقدر ان انا البسها براحتي وما اكونش مقيده خالص. دي مش هتنفعني بسبب الفتحات القويه اللي بتكون فيها. وفي نفس الوقت انا بفضل ان انا اجيب الالوان اللي بتكون بيزك قوي، اللي هي مثلا البيج، الاسود، البني، ابيض، الالوان اللي تليق مع كل اللبس اللي انا بلبسه. لان عاده دي الدرجات بصراحه اللي انا مش بخرج براها، الدرجات دي هتقدروا ان انتوا تعملوا لها ستايلنج كويس قوي مع لبسكم. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. حبيتوه، لو حبيتوه اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.